السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا النهارده هنبدأ ان شاء الله سلسلة سورة الكهف، وهنخليها بإذن الله كل يوم جمعة. طيب، في الحلقة بتاعت النهارده هنتعلم او هنعرف اول حاجة مين هم اهل الكهف. هنعرف كمان رحمة ربنا قد ايه واسعة، وقد ايه رحمة ربنا ممكن تغير الحياة كلها وممكن تغير شكل كل حاجة. هنتعلم كمان ان الشباب ممكن يبقوا هم اللي بيحافظوا على دينهم، مش بس الناس الكبيرة، هم اللي بيحافظوا على دينهم وبيعملوا كل حاجة عشان يحافظوا على دينهم. وهنعرف معجزة ربنا في اهل الكهف. طيب، هنبدأ الموضوع كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هم مين أهل الكهف؟ مين قوم أهل الكهف؟ قوم أهل الكهف هم كل قوم المفروض إن هم عايزين يحافظوا على دينهم، وفي نفس الوقت بيفروا وبيهربوا عشان في كفرة أو طغاة بيحاولوا يجبروهم على إن هم يبعدوا عن دينهم، يكفروا بربنا، فبيختبئوا وبيفروا زي ما قلنا كده، او بيهربوا ويختبئوا في كهف. وربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب، ناخد من الآية دي ان الموضوع ان اهل الكهف او قوم اهل الكهف لا هم ناس كبيرة او شيوخ كبيرة، ولا هم مجموعة من النساء، لا، ده هم فتية، شباب خايفين على دينهم، شباب عايزين يحافظوا على دينهم وعايزين يحافظوا على علاقتهم بربنا. من المعروف في الزمن بتاعنا ده ان اللي بيحافظ على دينه وبيحاول يبعد عن الشيطان وبيحاول ما يخليش المغريات اللي احنا عايشين في وسطها تأثر عليه هو الناس الكبيرة خلاص عرفت ان هي قضت شبابها وعدت الكلام ده كله، يا اتعلمت من اللي فات، يا اما عارفين ان هم قربوا يقابلوا ربنا فبيتقوا ربنا وبيخافوا قوي ان هم يبعدوا عن ربنا او ان الشيطان يضحك عليهم تاني. انما الشباب في زماننا ده بيبقى فكرة، الا ما رحم ربي طبعا، بيبقى فكرة ان هم يبقوا مهتمين بالحاجة دي او بيحافظوا على دينهم او بيحاولوا يتقوا ربنا على قد ما يقدروا او يبعدوا عن المغريات دي، بتبقى صفة من صفات الناس الكبيرة مش الشباب. لكن لما يجي هنا ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلم الشباب ان الشباب دي عشان تحافظ على دينها وتحافظ على معتقداتها ويهربوا ويختبئوا عشان يحافظوا على دينهم، فربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي بينور طريقهم وبيزيدهم هدى وتقوى وبيساعدهم في الوصول لطريق كويس، وبيساعدهم وبيعينهم طول ما هم بيحافظوا وطول ما إيمانهم قوي وإيمانهم صحيح، فربنا بيديهم على قد نيتهم ويساعدهم في الكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ربنا سبحانه وتعالى عايز يلفت نظرنا ان كل ما تبقى انت بتحافظ على دينك وانت مختار طريق الايمان وطريق التقوى وطريق الهدى، ربنا بيسهل لك طريقك وبيساعدك ان انت توصل للي انت عايزه، وفي نفس الوقت بيعينك على اي حاجة صعبة بتقابلك في طريقك ده. الفتية دول عملوا حاجة، او الشباب دول، وخليني اقول الشباب عشان هم فعلا شباب وعشان نشجع الشباب دلوقتي ان هم يتمسكوا بدينهم. هم خافوا على دينهم وعلى عقائدهم، خافوا على ان الناس الكفرة او الطغاة يجبروهم على ان هم يكفروا بربنا، فهربوا واختبأوا في كهف. والكهف ده يا جماعة بيبقى مكان ضيق محدش يقدر يعيش فيه الا مدة قصيرة. وربنا سبحانه وتعالى قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وخلي بالكم كده من ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنعرف رحمة ربنا دلوقتي، وهنعرف ربنا هيهيئ لهم من أمرهم مرفقا دي إزاي، هنعرفها دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعرف ان المكان اللي هو الكهف الضيق ده واللي احنا شايفينه ضيق بتفكيرنا البشري او بتفكيرنا المادي، ده اللي
احنا بنظن ان هو هيضيق عليهم في المكان وهيضيق عليهم في الزمان عشان ما فيش احداث فيه. فربنا بيقول ان المكان الضيق ده كمساحه مش هيحسوا بضيقه، لان رحمه ربنا هتكون معاهم وهتخليهم يشوفوا ويحسوا بالمكان الضيق ده واسع، وهتخليهم كمان يحسوا ان الزمن اللي واقف ده حاجة كويسة مش حاجة وحشة، ده نحسوا أصلا إن الزمن هيقف. فرحمة ربنا هتحيطهم من كل ناحية. هنا الحاجة مهمة جدا ربنا عايز يعلمها لنا، ان كل حد بيفر بدينه من حاجة غلط ربنا سبحانه وتعالى بيبقى جنبه، رحمة ربنا بتبقى محوطاه. فلو واحد عرف مثلا او ما كانش يعرف وعرف ان الشغل بتاعه فيه شبهة حرام او حرام، فساب الشغل ده وفر بنفسه بدينه من الشغل ده عشان يروح شغل احسن وشغل يكون فيه رضا ربنا، فربنا سبحانه وتعالى هيكون معاه، وربنا سبحانه وتعالى هيفتح له ابواب رزق غير ما هو متخيل خالص، هتخليه اغنى الاغنياء او هتكفيه وهتخليه مرتاح. لو المكان اللي هو فر ليه ده ضيق، هتخلي رحمه ربنا سبحانه وتعالى هتخليه يشوف المكان ده واسع وهتخليه واسع. لو راح عند ناس غريبه وما كانش مرحب بيه، رحمه ربنا هتخلي الناس الغريبه دي اكتر ناس حنينه عليه اكتر من اهله سبحانه وتعالى. لو المكان ده مزدحم وضيق، رحمه ربنا هتخليه مكان واسع. فرحمة ربنا يا جماعة ما بتسيبش اللي بيفر بدينه، اللي بيحاول يرضي ربنا، اللي بيحاول يسيب مكان مثلا عايش في مكان فيه ناس مش كويسة، مكان فيه ناس بتعمل حاجات غلط، بلد حتى او مدينة فيها ناس بتعمل حاجات غلط ومغريات كتير قوي هتخليه يغلط، وهو عايز يحافظ على دينه وعايز يحافظ على نفسه، فبيفر من المدينة دي او بيفر من المكان ده او بيفر من الشغل ده. فرحمة ربنا هتكون معاه وهتساعده ان هو وتكبر بخاطره ان هو يعدي كل المشاكل دي، سواء دي رزق، سواء دي مكان، سواء زحمة مكان، سواء الغربة. رحمة ربنا هتكون محوطاه وهتخليه ما يحسش بالمشاكل دي، وربنا مش هيخزيه ابدا، ربنا هيكون طول الوقت معاه واقف جنبه بيساعده، مش هيخليه يحس باي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ان هي تتعبه او تضايقه او تكون عامل هدام او عامل يخليه يضعف. اللي بيحدث هنا بقى او اللي بيحصل هنا لا هو بفعل الانسان ولا بفعل الانسان الفر بدينه، ولا هو بالاسبابه، دي رحمه ربنا. رحمة ربنا اللي بتحوطه، رحمة ربنا اللي ما بتتركش المؤمن او ما بتسيبش المؤمن الفار بدينه، ما بتخليهوش يعيش في ضيق، لا دي بتفضل معاه وبتخليه دايما حاسس ان هو كويس وان هو في سعة من رحمة ربنا. فما تقلقش وما يتضايقش وما يبقاش عايش في حاجة مشكلة. ومن عظيم بقى قدرة ربنا واعجازه ان هو خلاهم ما يحسوش بالمشاكل اللي حواليهم، ما يحسوش ان هم يعيشوا في قلق وتفكير من ان حد يعرف مكانهم او يوصل لهم. حتى الاكل والشرب او الطعام والشراب ما خلاهمش يحسوا ان هم جعانين ولا عطشانين، وده كان هيبقى مشكله كبيره بالنسبه لهم ان كل واحد فيهم ينزل في يوم عشان يجيب الاكل والشرب. فممكن يبقى خايف ان حد يشوفه ويقول للكفره الطغاة عليه، ممكن حد يمشي وراه، ممكن الناس الكفره او الطغاة يعرفوا مكانهم فيطلعوا يا يجبروهم على ان هم يسيبوا دين ربنا، يا اما يقتلوهم يا اما يأذوهم باي حال من الاحوال. فربنا هدالهم الحال، خلاهم يناموا ما يحسوش بده كله، خلاهم لا يحسوا بقلق ولا بخطر ولا ان هم يبقوا محتاجين اكل ولا شرب، فيبقوا طول الوقت عايشين في المخاطر. سبحانه وتعالى ألقى عليهم أمنة نعاسا، خلاهم يناموا، فلا هم حاسين بخطر ان حد يوصل لهم، ولا حاسين بجوع، ولا حاسين بضيق المكان، ولا حاسين بملل الزمن، ولا كمان حاسين جوع ولا بعطش. ربنا سبحانه وتعالى خلصهم من كل ضيق دنيوي، ما حسوش بالقلق ولا حسوا بجوع ولا حسوا بشرب ولا حسوا بضيق المكان ولا بملل الزمن، في ان هم يعيشوا طول الوقت متضايقين او شايلين الهم.
وزي ما قلنا كده اول مظاهر قدرة ربنا واعجازه ان هو خلاهم يناموا. ولما حتى حد منهم سأل، لما استيقظوا حد او صحيوا حد منهم سأل انتوا نمتوا قد ايه، فاقصى حاجة ممكن تيجي في خيال الانسان ان نمنا يوم او يوم ونص، ده اقصى حاجة ممكن تحصل. ان اقصى حد ممكن ينام يوم او يوم ونص، مع انهم ناموا 300 لكن 300 سنة لا، ده هو خلاهم ان هم يعرفوا ان هم ناموا يوم او يوم ونص بالكتير. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. طيب ناخد ايه من الموضوع ده؟ اول حاجه زي ما احنا قلنا ان ربنا ما كانش عايزهم يحسوا باي ضيق دنيوي، ولا يحسوا بقلق ولا بجوع ولا بعطش ولا بالكلام ده كله، فخلاهم يناموا. طيب تاني حاجه هي فكره كمان غير الكلام ده، ان ربنا حتى ما خلاش المقياس اللي الناس بتقيس بيه الزمن يبان. ان المقياس ان يخليهم يعرفوا ان هم ناموا سنين مش ايام، لا سنين، ما خلاهمش يبان عليهم. معالم الزمن على اعمارهم، على اجسامهم، على وشوشهم ما بانتش، فخلى الزمن يقف، الزمن ما يحسوش بالزمن، معالم الزمن عليهم وعلى اجسامهم ما تبانش. وده زي العبد اللي ربنا برضو ذكره في القرآن، اللي كان ماشي ولقى قرية يعني ميتة، قرية متدمرة ومهلكة وكل حاجة فيها بايظة. فقال وربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم. نفس الفكره، هو خلاه ما يحسش بده في الاول، كشكله ما حسش بالموضوع، خلاه ما يحسش بفرق الزمن اللي هو نامه. دي من قدره ربنا. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما هو قال له انت نمت قد ايه، قال له نمت يوم او يوم ونص. طيب شوف بقى سبحانه وتعالى ربنا رد عليه قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب فاحنا دلوقتي عرفنا قدرة ربنا، وعرفنا إعجازه، وعرفنا رحمة ربنا قد إيه. ودي أهم حاجة، رحمة ربنا كبيرة قوي. يعني في الظروف اللي هم فيها أنت اخترت ربنا، فربنا كان معاك، ربنا ما كسفكش، لا كان جنبك ومعاك. رحمة ربنا خليتك ما تحسش بضيق المكان ولا بملل الزمن، ان انت الايام والسنين اللي عدت، ولا تحس كمان بالاكل وقله الشرب فتتعب فيبان عليك الكلام ده فتخاطر وتخلي حد منكم ينزل عشان يجيب فالناس تشوفه، او هو حتى يبقى خايف ان حد يمشي وراه. رحمه ربنا كانت كبيره. هسيبكم هنا وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل قصه اهل الكهف وقدره ربنا سبحانه وتعالى واعجازه في كل حاجه بتحصل، ورحمه ربنا قد ايه. انا عايزكم تشوفوا وعايزكم تشيروا الفيديو ده، وعايز نوصل لللايك ونوصل لشير كبير قوي عشان ناس كتير قوي تشوف الفيديو وتعرف، والشباب يهتموا ان هم يحافظوا على قادتهم ودينهم، ويعرفوا ان انت لما تهرب من رزق حرام او تهرب من مكان فيه غضب ربنا، ربنا قد ايه هيكون جنبك ومش هيخزيك، وربنا قد ايه هيكافئك ويعوضك على كده. اشوفكم على خير يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. هنكمل الحلقه الجايه من سلسله سوره الكهف. ما تنسوش تقروا سوره الكهف. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.